السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده معاكم نجلاء السعدني، ونعمل النهارده كيكه حلوه جدا للي ما بيعرفوش يشغلوا الفرن. كيكه ما شاء الله ما تقلش عن التورته، طعمها جميل جدا جدا، طعم اسفنجي، كيكه خرافه ما شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ان شاء الله هتعمليها يا ست الكل بكل سهوله وبساطه، حتى لو بنت صغيره، بنتي كده او اختي الصغيره تقدر تعملها بكل بساطه. ندخل بقى ونشوف عملناها ازاي، عملتيها ازاي دي يا نجلاء. هنخش بقى دلوقتي ونشوف التفاصيل والمقادير. نسمي بالله الرحمن الرحيم كده ونشوف. معايا حبايب قلبي بقى نطلع المكونات بتاعتنا ونطلع البيض من التلاجة قبل ما نشتغل بشوية درجة حرارة المطبخ. معايا كوبايتين دقيق، كوباية سكر، كوباية زيت، 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، معلقتين نشا، معلقتين كاكاو خام تقال. يبقى كوباية زيت، كوباية حليب، كوباية سكر، كوبايتين دقيق، يبقى واحد واحد واحد، واخر حاجة كوبايتين الدقيق. 3 بيضات، معلقة خل، ذرة فانيليا، معلقتين نشا، معلقتين كاكاو. زي ما حضراتكم شايفين في الاخر خالص كنت مدفيه نص كوبايه ميه دافيه، نص كوبايه ميه دافيه. يبقى كوبايه سكر، كوبايه زيت، كوبايه حليب. حطينا كل المواد السائله على بعضها في الخلاط من غير الزيت، هنحط الزيت في الاخر خالص. وابتدي ان انا اضربه ضرب ناعم خالص زي ما حضراتكم شايفين كده. لما يعمل فوليوم عادي ابتدي احط الزيت بقى تاني كده ونضربه، وبعد كده ننزل عليه. نجيب بقى كده بولة كبيرة ونحط الخليط بتاعنا في قلبها. ادي الدقيق اهوت، عليه ذرة ملح، حط باكو بيكنج باودر كامل، باكو بيكنج باودر كامل، لان كوبايتين دقيق، معلقتين نشا، معلقتين كاكاو، يعتبروا كوبايتين ونص. نزلت الخليط بتاعي وهنخل الدقيق بقى، هو منخول بس هنخله نخلة كمان. الدقيق لما بتنخليه مرة واتنين وتلاتة للكيكة بيدخل لك هوا وبيخلي المسامات بتاعتها متفرغة وهشة وطرية وجميلة جدا. طب يا نجلاء ما عنديش حليب وعندي لبن رايب، عندي لبن قاطع، مفيش ادنى مشكلة، اعملي حطيهم وهتبقى زي الفل ان شاء الله، وتبقى احلى واحلى من ايديك. نخلت بقى كله بقى مع بعض اهوت فوق الخليط بتاعي من الاول كده، بقى الدنيا راقت حواليا، شلت كله حطيته في الحوض. ورحنا بقى كده جبنا نص معلقة خميرة فورية. خميرة يا نجلاء هتعملي كيكة بخميرة؟ والله الخميرة اليومين دول ترند بقى كده، وما شاء الله الخميرة في الكيكة بصراحة ادتها هشة وادتها طعم حلو جدا. هي طبعا مش هتختمر قوي وترتفع قوي زي العيش وكده، لانها طبعا سايله، بس هتديكي هشاشه حلوه جدا. هبتدي اقلب بقى في اتجاه واحد بالمضرب معانا كده، ومعايا نص كوبايه ميه دافيه. حطيتي ايه يا نجلاء في الاخر؟ ذره ملح بتاعه الحلويات والمعجنات. نطره الملح ديت ما نقدرش نستغنى عنها. قلب بقى كله في اتجاه واحد. طبعا الخليط لسه كده تخين شويه. هروح بقى اجيب بقى كوبايه ميه دافيه واخد منها على قد ما عاوز. هما دول نص كوبايه خدتها هي، بس ما تكونش مغليه قوي علشان احنا حاطين خميره، تكون دافيه. وتقلبي بقى في درجه في اتجاه واحد، ما تعمليش كده وترجعي تلفي ايدك اليمه التانية عشان الهواء ما يطلعش، وتجيبي من تحت لفوق كده، وهي ما بتاخدش تقليب كتير. ما شاء الله خلاص كده تقريبا زي الفل. هنروح نجيب بقى الحله بقى اللي هنشتغل فيها، سواء ألمونيوم او قدم او تفلون، المهم ان هي ما تكونش حله بتلزق. وسواء بتلزق او ما بتلزقش لازم نغلفها بالزبده. الزبده بتخلي الكيكه جميله جدا وما تخليهاش تلزق خالص. قطعه زبده طريه كده، واروح بقى اجيب ورقه كده واقوم مغلفه الحله بتاعتي من تحت. كان ورق الزبده خلصان، فجبت ورق كراسات من بتاع الاولاد وحطيته كده زي ما انتم شايفين كده. الورق الابيض بتاع ده المهم ما يكونش مكتوب فيه ابيض كده. خلصتها بقى كده ونزلت الخليط بتاعي كله، ولا بقى الفرن شغال يا نجلاء ولا اي حاجه. كده يا نجلاء وهتعمليها بقى وتسيبها ترتاح ولا ايه؟ هروح بقى اسيبها ترتاح كده 5 دقايق، وراح على البوتاجاز اشغله بقى واشوف هنشتغل ازاي. انا كده بعدلها بقى، عدل الورقه، كانت في ورقه طالعه منها خلاص كده. في تركه مهمه بقى قوي قوي قوي، لازم التركه المهمه دي علشان الكيكه بتاعتك تطلع ما شاء الله حلوه جدا ومستويه جدا، وما يكونش عليها بخار ولا يكون عليها اي حاجه. مش عارفه انا رحت اجيب انا رحت اجيب الفوطه اللي احطها على وش اللي احطها على الوش بتاع الكيك. غبت عليكم شويه، نورتوني وشرفتوني. اتمنى بقى لو انت اول مره تشوفيني في القناه، فضلا وليس امرا فعلي زر الجرس على الكل
عشان يوصل لك كل جديد. ولو الفيديو عجبكم يا حبايب قلبي ما تنسونيش من اللايك والشير مع اصحابكم وحبايبكم. رحت بقى على البوتاجاز، على العين الكبيره، العين الكبيره اكبر عين كبيره وتخليها هاديه على الاخر. رحت جبت الفوطه اهو، ده انا غبت خالص زي ما اني رحت جبت الفوطه من طنطا، وقمت جايه قلبه الفوطه كده عشان ما تنحرقش من عين البوتاجاز، وقافله اهم حاجه الحله تكون الغطا بتاعها محكم، ما يطلعش بخار خالص، مش تكونش حله معوجه وغطاها معوج ونعمل فيه، لا كيكه تطلع مش مظبوطه خالص معاكي. الحله دي طبعا عندي حلوه كويسه، بس كانت غطاها محكم حلو قوي، ودي مقاسها 22 على درجة حرارة هادية خالص. خدت قد ايه يا نجلاء؟ اللهم صل على النبي. كده ما شاء الله، انا اختبرتها طلعت زي الفل ما فيهاش اي حاجة. وطبعا بخار المية كله الفوطة شربته وناشفة خالص وما فيهاش اي حاجة. خدت معايا 40 دقيقة، من 40 دقيقة ل 45 دقيقة. اهم حاجة النار تبقى هادية خالص زي ما احنا شايفين، ولا تهزيها ولا تضيريها ولا تقلبيها ولا تيجي يمتها خالص. انا خلصت بقى كده، حطيت على حصيره، ما حطيتهاش على حاجه ساقعه على طول على الرخامه، لا حطيتها على الحصيره كده على اي حاجه. طبعا هي كانت طالعه فتحه، ده غمقت يعني، لا ما هي غمقت عشان انا طلعتها الكلام ده بعدها ب3 4 ساعات، وما كنتش بقى غطيتها، كنا رحنا مشوار وجينا كده، ما كنتش غطيتها. مفيش ادنى مشكله لو وشها غمق شويه، مفيش ادنى مشكله. هذا الظهريه بتاعتها بسم الله ما شاء الله حاجه كده روعه روعه روعه. ممكن ان انت بقى تشيلي القشره اللي على الوش ديت، وبعد كده تعمليها بقى، تقطعيها بقى 3 4 طبقات وتعمليها تورتايه كده، وبألف هنا وشفا على قلوبكم. نقدر نحشيها بقى فواكه من جوه مع الكريمه، نقدر نحشيها نوتيلا، نقدر نحشيها صوص شوكولاته اقتصادي عادي، زي ما انت حابه اعملي. خليها زي ما هي كده، مش عايزه اقول لك جميله جميله جميله. جبت بقى معايا هنا كوبايه سكر وكوبايه لبن ورشه فانيليا ورشه ملح ونص كوبايه كاكاو، وهبتدي ان انا اقلب بقى كده اهوت. كوبايه لبن وكوبايه سكر كامله ونص كوبايه كاكاو، وهحط الزيت في الاخر خالص. عايزه بقى نص كوبايه، عايزه كوبايه، على حد ما تتقل. اهم حاجه الزيت بتاعك يكون نظيف، ما يكونش له ريحه او اي حاجه. واضربي بقى الصوص بتاعك كده، وبسم الله ما شاء الله حاجه كده تحفه يعني. عملت خلاص صوص الشوكولاته، كان تقيل وجميل مع ان الجو كان حر، بس هو بسم الله ما شاء الله طلع جميل، ولا حطيته في التلاجة ولا اي حاجه. اشتغلتي بيه على طول. لو انت بقى حباه يتقل شويه معاكي، تبتدي ان انت تحطيه في التلاجة، تعملي منه سندوتشات للولاد او حاجه. قطعت بقى الكيكايه بتاعتي نصين 2، ما زودتش عن النصين، ممكن تعمليها 3 4. هي ما شاء الله سمكها حلو جدا. حطيت بقى في قلبها كده، قلت اما احطها في قلبها كده، وحابه تحطي شويه فواكه او شويه مكسرات، والله انا كنت بعمل مستعجله، بس انت تقدري بقى تجرنشيها وتدلعيها زي ما انت عايزه. شايفه صوص الشوكولاته نوتيلا خالص، والله بسم الله ما شاء الله جميل. اللي بيبقى صعب عليهم يعملوا صوص الشوكولاته السهل السريع ده، ان شاء الله اعمل لكم صوص الشوكولاته اللي على النار، وصوص التوفي والكراميل، شويه صوصات كده ان شاء الله نعملهم في فيديو. بس الجو حر جدا والواحد مش مستحمل والله الوقفه قدام البوتاجاز. ان شاء الله ربنا يهدينا الحال ويرحمنا برحمته الواسعه يا رب، واعمل لكم ان شاء الله كل حاجه. شايفين بقى الصوص طالع من النص ازاي ومن على الوش؟ ما شاء الله حاجه حلوه 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 جدا جدا جدا. يا رب الكيكه تكون عجبتكم، واكون ضيفه خفيفه عليكم يا حبايب قلبي. دمتم بخير